قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل. ماذا ستحكي لنا الليلة يا عم؟ سأروي لكم قصة عن قوم ذكرهم الله في كتابه، وهم قوم سبأ. ومن هؤلاء القوم يا عم؟ إنهم قوم كانوا يعيشون في مدينة سبأ في اليمن، وكانوا يعيشون في رغد من العيش، وكان لهم حديقتان جميلتان وكبيرتان جدا، وكانت مساكنهم جميلة ومتلاصقة، والطرق عندهم بين القرى كانت آمنة مطمئنة. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، هذه نعم عظيمة. لقد بلغ من نعم الله عليهم يا أبنائي أن المرأة كانت إذا خرجت من بيتها وفوق رأسها إناء يمتلئ الإناء بالثمار من غير أن تمسها يدها، ذلك لأن الثمار كانت تتساقط من الشجر في هذا الإناء من كثرة الثمار. سبحان الله. ولم ير أحد في هذه البلدة حية ولا عقرب ولا بعوضة ولا ذباب ولا براغيث. لقد كانت حياتهم ناعمة جدا، ولا بد أن يكونوا سعداء. صدقتم يا أبنائي، ولكن ماذا يا عم؟ ولكنهم لم يشكروا نعمة الله عليهم. لم يشكروا؟ كيف هذا؟ تعالوا بنا لنعرف ونستمع معا إلى هذه القصة. كان في من كان قبلكم قوم يعيشون في بلدة في اليمن تسمى سبأ، وكان لهم سد عظيم يحبس الماء خلفه. أيها الملك، لقد تعب الناس وأصابهم الجوع والفقر، فليس عندنا مورد للماء لكي نزرع أرضنا، وإذا نزل المطر سال الماء وأهلك كل شيء، فماذا نفعل؟ نعم أعرف، وهذا يقلقني على رعيتي، وأشعر بألم لما ينال شعبي. وماذا نفعل؟ أحضر لي أصحاب الخبرة في كيفية التعامل مع الماء. أفعل يا سيدي حالا، سوف آتيك بهم. لا بد أن تجدوا حلا في هذا المطر الغزير. نريد مشروعا لننتفع بالماء ونتجنب ضرره. نعم يا سيدي، عندنا فكرة مشروع عظيم. وما هي؟ أخبروني بها بسرعة. نبني سدا أمام الماء، فنحجز الماء خلف السد، فلا ينزل الماء فيضر القرية وأهلها، ثم نأخذ من ماء السد بعد ذلك ما يكفي لزراعتنا. هذه فكرة عظيمة، ابدأوا بتنفيذها فورا، ولكم كل ما تحتاجون إليه من مال ورجال وعتاد. يا سيدي، لقد نجح المشروع وعم الخير، وأصبح الناس في سعادة ورخاء، فالحمد لله. كل هذا بفضل المشروع العبقري والفكرة الرائعة. لا يا سيدي، إنما هو بفضل الله وحده وتوفيقه لنا في بناء السد، وهو الذي ألهمنا ذلك بكرمه سبحانه. وقد زاد خير هذه البلدة وازداد فضل الله عليهم، لدرجة أن حدائقهم كانت جميلة وكبيرة ومتواصلة، ومن كثرة الحدائق لم يصبح هناك طرق بين القرى والبلاد، فقد أصبح الشجر كثير والثمر غزير، حتى أن المرأة كانت تخرج من بيتها وتسير في الطريق فتتساقط الثمار في الإناء حتى يمتلئ من غير أن تمس الشجر. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل.
قصص النبي المصطفى حلو جميل فيه المواعظ والهدى أدب أصيل من كل زهر ناضر ثمر ذليل قول فصيح واضح حكم تسيل رجل سقى كلبا فنال ثوابه واستوجب الغفران بالرب الجميل وثلاثة بالغار